عسلامة الناس الكل. اليوم حبيت نشارك معاكم فيديو خفيف ظريف. راح نشارك معاكم تجربتي ورأيي الشخصي في لا مارك افيزوان تاع حليب الماعز اللي كنت شريتها معاكم المرة اللي فاتت. اذا البنات رايحين تتفرجوا الساعة على المقاطع هذيك كيفاش نشرح لكم في لاقام، وبعد نكملوا الفيديو تاعنا شاركت معاكم كيفاش طيبت شخشخة الورق. المهم ما تنسوش التفاعل تاعكم بالبنات، ويلا بينا نبدو الفيديو تاعنا على بركة الله. عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله يا رب تكونوا لاباس وتم تتفرجوا في الفيديو تاع نهار اليوم راني باش نشارك معاكم لاقام اللي كنت شريتها المره اللي فاتت، وكانوا بعض البنات قالوا لي اعطينا رايك الصريح بعد كنت جربتها. هذه تقريبا البنات راني عندي تقريبا شهر من شريتها وعجبتني، يعني من اول استعمال. انا كنت قادره نهضر لك معها في اول استعمال من اول سمانه، غير وش هي بس لي ما حبيتش نصور، كنت تعبانه وبس عليا الحاله شويه. هيا قلت خلي اليوم يا سيدي ندير الكوراج ونبدا نصور لكم. المهم كاين اللي شافتها وكاين اللي ما شافتهاش. لاقام هذه البنات تاع حليب الماعز من عند افيزوا كما قلت لك معلاه المره اللي فاتت. فيها جي نيتوايون، وفيها الكريم التفتيح، فيها كريم التفتيح، وفيها الماسك، وفيها مقشر. جي نيتوايون هذا البنات راه مخدوم بالفيتامين بي 5 وحليب الماعز وبالمغنيسيوم، وكاين بعض المكونات واحده اخرى يعني يخدموا بها البرودوي. المهم البنات هذه نصحكم بيه وخلاص. البنات راهو عجبني على الاخر، يفتح لك البشره من اول استعمال، ينظف لك البشره تاعك بعمق. المسامات اذا كنت ديري في المكياج ياسر البشره تاعك تتعرض ياسر للغبار، راح ينظف لك البشره تاعك بعمق. هيا بعد كنت تغسلي وجهك بالجل نيتوايون راح تديري هذا البنات كانه مرطب. البرودوي هذا البنات يخدم 3 ولا 4 خدم. عنده يفتح البشره، لانه مكتوب هنا كريم مفتح البشره، ويخدم كانه كريم شمس وكمرطب. انا الوقت استخدمته كمرطب ما عجبنيش خلاص، او يرطب مش ما يرطبش، غير وشي ما لاحظتش هذاك الترطيب كي نديرو مع مرطبات واحده اخرى. معناها حسيت يفتح اكثر ما يرطب، وتقدر ديري حتى كي تجي خارجه لبرا، لانه نسبه الاس بي اف فيه 60، لانه فيه نسبه اس بي اف. وكي تشوفي حاجه فيها اس بي اف 60 معناها تقدر تخرجي بها لبرا. كان بعض البرودوي ما فيهاش النسبه هذه، وتولي الوقت تديرها تزيد تكحلك البشره تاعك. معناها كي ديري هذا وزيد ديري فوق منه وقت الشمس راح تمدك نتيجه مليحه ياسر، وتحمي البشره تاعك من الشمس. معناها هذا ما ننصحكش به كمرطب، ننصحك به كمفتح ولا ككريم شمس اكثر يعني. هذا شو بلاصتو وين، هذا بلاصتو في الدوش وعلاه، لانه التركيبه تاعو يعني القوام تاعو جاي شويه ثقيل. الوقت اللي تديري في البشره تاعك ما تمسحش لك طول، وزيد ما تشربوش البشره في الساعه، معناها راح تبقي تمسحي فيه نتاي. معناها كيفاش ديري الوقت اللي تمسحي وجهك ثم امسحي، كي تغسلي وجهك كي تمسحي ثم راح ديريها ومادام البشره تاعك منديه شوي ولا سخونه، باش تعود البشره تاعك شويه منديه، يديك ثم تمشي معاه، ما تكونش ايدك شايحه وما يكونش تانا وجهك شايح، لانه كي ديريه على بشره ناشفه تبقي تمسحي فيه حتى بعد كي تولي عندك القشور في البشره تاعك. معناها كي تعود البشره تاعك شويه منديه انت ابدي ديري ثم قبل ما تبدا تشيح ليك، باش هكا تمسح ليك مليح وتقعد البشره تاعك راهي رطبه ومليحه. كي ديري مثلا في الليل غدوه صباح تنوضي تلقي وجهك ابيض روعه. وكي تغسلي وجهك الصباح تم ديري باش تبقى وجهك ديما ارطب، وديري شويه فرج وديري شويه جلوس، يولي وجهك كانك دايره مكياج وانت لا دايره مكياج لا حتى شيء. المهم هدرنا على جل نتوايا وهدرنا على الماسك هذا، هذه من لقيت توا البنات الجل مقشر ومرطب والماسك هذا من البنات عادة وقت نستعملهم مرة مثلا في الشهر ولا مرتين في الشهر، لأنه عادة البشرة راهي ما تحملش التقشير ياسر. هذا راهو جل مقشر يعني مرطب، منه مقشر ومنه مرطب، يعني حتى كان درتيه مرة على ديما هكا مش راح يأثر فيك، لأنه التركيبة تاعو ملاحة ياسر، ما شغل ترطب لك البشرة تاعك مش زي القهوة. عادة كي تجيري القهوة تبقي ديري فيها بحذر باش ما تجرحش لك الحاجز تاع البشرة تاعك وتولي عندك الاحمرار والحبوب. معناها انت في وقت الدوش ديري هذا طول، وكان مش راح ديري في وقت الدوش ديري بخار الماء. انا ثاني ما ننصحكش ببخار الماء لانه راح يفتح لك المسامات تاع البشره تاعك بطريقه خايبه، ونحن عاده نحبوا نغلقوها المسامات. تولي تيجي تحلها بالبخار تاع الماء وصعيب عليك باش تغلقاها مره اخرى. معناها انت في وقت الدوش تعود البشره تاعك شويه سخونه وتعود ملسه، يعني البرودوي هذا ثم راح يدخل المسامات الداخل يتغلغل مليح خلاص باش يقدر يخدم الخدمه تاع التبييض والتقشير تاع الخلايا الميته وينظف لك البشره تاعك.
من كل الشوائب اللي تقدر تتصورها تجي في البشرة تاعك. هو المقشر هذا علاش ما يضرش؟ لأنه مخدوم بزيت الخروع والجليسيرين وماء معالج، يعني مش راح يأثر فيك أصلا، ما فيش حتى عوارض جانبية. راني نحكي لكم عن تجربة، يعني المنتج عجبني على الآخر. بعد ديري الماسك، بعد ديري المقشر نروحو نحنا نديرو ماسك. الماسك هذا البنات مليح ياسر، حتى هو ديري اذا كان البشره تاعك سخونه شويه، ديري بخار الماء ولا قبل ما تخرجي من الدوش ب10 دقائق باش تبدا ما يمشي معاك، باش تبدا يدخل في المسامه تاع البشره تاعك. هذا هو فقط البنات الشرح تاعي، وكان حتى شارح اكثر من هكا. المهم اني ننصحكم بها فقط. اذا كنتوا تحبوا تشتروا لا مارك هذه تاع حليب الماعز من افيزوار، راح تلقوا لاباج تاعها في الفيسبوك، اسمها 11 شوب. اكتبي 11 شوب في الفيسبوك تخرج لك لاباج هذه. لكن تلقيني مدايره لها جيم، تلقيني مدايره لها جيم عرفاها بلي هذيك هي. اختي من نفس لامارك جابتها، نفس لامارك افيزوا جابتها من تاع فيتامين سي. كما تشوفي لهنا مخدومه فيتامين سي. كان ناس عندها حساسيه من الحليب في كرشها ولا حتى في وجهها نورمال. هذا اللي تاع الفيتامين سي مليح ياسر لانه مخدوم بالاسيد هايلورونيك، ومليح ياسر الاسيد هذا راح ينظف لك المسامات نتاعك والهالات السوداء والاقل ظهور. يعني كان ناس عندها هالات سوداء كحله ياسر ومرض، هذيك راه سبب تاعها مرضي. اذا كان عندك الهالات هذيك زي هكاك روحي للطبيب يعالجها لك. وبصح كان ناس عندهم الهالات نتاعهم شغل عينيهم مدوره فقط من هنا، يحبوا هم شغل يبيضوا شوي، عندك الدسه وعندك الكلف ولا اي لقطه. انا ما عنديش حتى حاجه من هذم، غير وشي نحب إشراقة فقط. ساعات وجهي نلقاه شاحب، نحب نستخدم البرودوي هذه باش نتخلص من هذاك الشحوب ولا من حروق الشمس. عملك أي واحد عنده حروق الشمس راهي قاعدة تعاني توا ودير فيه لي ماسك وتشري فيه الحاجات تاع الدنيا كلها تشراها. معناها انت تقدر تشري تاع حليب الماعز ولا تشري كريم تاع فيتامين سي. هذو راهم مخدومين بنفس كل شيء، غير تختلف فقط في حاجة واحدة اللي هي هذه مخدومة بحليب الماعز وهذه مخدومة بفيتامين سي وحمض الهيلورونيك. هذا بالمتر ب150,000 فقط، يعني حاجة خفيفة خلاص. ويعني على قد تجيب، يعني كان الناس ياسر تشري حاجات غالية وما تخرجش عليها وتخسر فيها دراهم ياسر. المهم انا جبت لك لا مارك هذه، كان عجباتك هاكي تشراها، وكان ما نفعتكش مش راح تضرك. يمكن طلع ما تفزتش لك البشره تاعك انت. المهم جرباها. كيمي انا قلتها يا سيدي ما نحبش نشري حاجات ياسر من الفيسبوك، خاصة كيعودوا مش معروفين. قلت هيا سيدي نجرب الحاجة هذه نشوف كان عجبتني، يعني ننصح بها البنات ونستمر عليها. يا أخي عجبتني وفرحت بها وقلت هيا سيدي نقول للبنات عليها. هكا بركة البنات، إذا كان عندكم أي حاجة ما فهمتوهاش اكتبوا لي فقط في التعليقات ونزيد نشرحها لكم نورمال. يعني يمكن كان معلومة ما قلتهاش ولا حاجة ما فهمتهاش مليح نعاود نفهمها لك عادي جدا. توا البنات نشارك معاكم شخشخة الورق. كما تشوفوا راني نطيب فيها بالكويس. قليت الكويس مع البصل والثوم، خليتهم مليح وبعد ما رقت عليهم. هذا البنات راني درتها الجمعة اللي فاتت كما رحت لقهوة النفاس، وهذا وين كتب ربي باش نحطها لكم. شغل ما عندش حتى حاجة نحطها معاها. أنا تعرفين ما نحبش نحط وصفة وحدها لأنها ما تطلعش لي المشاهدات أصلا. يعني كنت قادرة نحط لك باش شقشقة الورق على طريقتي كل شيء، غير وشي على بالي بالمشاهدات مش راح تطلع، لازمني نرافقها مع روتين ولا مع لقطة واحدة أخرى. المهم هاني نحاول على قد ما نقدر ديما ندير لكم روتينات باش ما نغيبش أكثر على القناة وتطلع لي ثمثم. بالنسبة للموضوع اللي قلتوا لي احكي لي فيه البنات، راني ما نقدرش نحكي فيه حتى ندير روتين، لأنه شوية الموضوع لازم نهضر فيه مطولا ونحكي لك بالتفصيل الممل. لازمني روتين شوية طويل. إن شاء الله غدوة نخدم شوية حاجات في الدار ونحكي لكم كما تحبوا نتوما، غير تصبروا عليا بركة حكي فيه الموضوع هذاك. المهم نرجع توا للشخشوخة تاعنا. كانت شريتها أمي من سيبيريت، عدا ياسر نخدملهاش في الدار. كل ما نجي نخدموها تولي أمي تعبانة، تولي نسالة مش حابة تدير ولا عندنا ظروف أخرى تولي ما تخدمهاش. أي ولد راهي نهبلت عليها السمانة هذيك، قالت لها ديري لي شخشوخة الورق. كل مرة تسخف لنا على حاجة. هيا ولد أمي شريت ساشية هذه تاع شخشوخة وصاير. المهم نحت لها السخفة تاعها وخلاص. منحها عجبتني على خير. صافي كان ناس الوقت تخدم شخشوخة ديما تخلي الحواشي تاعها هذيك يابسين. المرة هذه ما تعبتش معاها، انا ثم ورقتها زي هكا طول، ما قعدتش هي الحواشي ياسر هذيك تاع العجينه. المهم هنا راني كنت نخدم ونزرب، كيما عيطت لي بنت عمي قالت لي عندك ما تجيش
وليت أنا زربت خدمت أموري الكل، وعادة ريت تفور مرة واحدة تقريبا 10 دقايق ولا حتى 5 دقايق فقط، تدخل لها الفوار هذاك شغل تطرى برك هي راهي طايبة خلاص، وأقفلي عليها ثم الطيب. قلت لك بلي هنا راني كنت نزرب ونحمد في ربي، قلت الحمد لله يا ربي أمس كنت مستشفرة شعري، كنت مدايرة الماسك هذاك اللي قلت لك عليه تاع أبزوا، مدايرة المرطب وغسلة وجهي وقشرت وجهي مليح، يعني راني واجدة حاضرة ناظرة بالنواظر، غير وشية كانت بس علي إني نخرج باركة. هيا مدت لي بنت عمي الدافع قالت لي هرواح، وليت أنا قلت هاي سيدي وش قاعدة ندير، كملت الغدا وجدت روحي وخلاص، ما هنا قاعدين. المهم هنا البنات فورتها مرة واحدة، درت زبدة ولا سمن اللي عندك انتي ديره، ولازم كي قرب وقت الغدا فقط تفوراها باش هكا تبقى لك سخونة خير. خليت هذاك السمن ذاب شوية في الأوراق هذه، وبديت نحط. أنا شاركت الوصفة بالتفصيل حطيتها في التيك توك، راني قلت خلي نتولها شوية لهنا، نتولها شوية بالتيك توك على الأقل نعود نصور شوية بالطول، والوصفات اللي هنا هي معظم الوقت حطيتها يعني الناس كلها تعرفها، مع إنه التيك توك شوية بيئة سامة، ما يستاهلوش إن نحط لهم حاجة هكا تنفع، غير وشي قلت معليش أي كان ناس ملاحة، ناس ديما تحتاج الوصفات، تحتاج أي لقطة، يمكن ما يتبعوش ياسر اليوتيوب، يتفرجوا في التيك توك، ونولي أنا نشرح للناس يتفرجوا في التيك توك اللي يحبوني وخلاص. لهنا راني حطيت الطبقة الأولى تاع الشخشوخة تاع الأوراق هذي، ودرت عليها شوية لاصوص، وبعدك درت الطبقة الثانية باش تتشمخ الكل، وجيت بدينا على الآخر، تقدر ديراها بالكويس ولا باللحم كيما تحبي نتاي، وسقيتها شغل ما حبيتش نسقيها الكل باش ما تتشمخش ياسر الورقة هذيك وتولي تعجن بعد. حطيت الصحن هذا فيه لاصوص، واللي شافت جهتها راهي شايحة شوية دير لها لاصوص، بدينا خلاص وسهلة ما كانش أسهل منها، خاطر ساعات واحدة قالت لي راني ما نعرفش نديرها، ما عندك ما راح ديري فيها، عندك صوص حمرا راح ديرها كيما درت أنا وخلاص. ما عليا غير نقول لكم توا مع السلامة.